Have you ever wondered what happens behind the scenes? From active excavations sites to the grand galleries, we uncover the details that build a civilization. Join me on a journey to bring history back to life. يا مساء الجمال. لو فاكرين ان هوسنا بالسكين كير والسكين روتين ده اختراع جديد، فتعالى اقول لكم النهارده ان المصريين القدماء عرفوا ادوات التجميل من الاف السنين، ومش بس عشان كان يبقى الشكل حلو، ده عشان كان ليه اغراض صحيه ودينيه مهمه جدا. انا ياسمين وذا كرياتورز اي النهارده هيعرفكم ادوات التجميل في مصر القديمه داخل قاعات المتحف المصري الجديد. خلونا نبدأ بالكحل أو أداة تحديد العين، واللي كان أساسي عند الكل سواء سيدات أو رجال، وما كانوش بيحطوه كده وخلاص. ده كان بيتعمل من معادن زي الجلينة السوداء أو الملقيت الخضراء. والمدهش بقى إن المصريين القدماء كانوا بارعين جدا في التركيبات الكيميائية دي من آلاف السنين، وكانوا بيخلطوا المعادن دي بالزيوت على الصلايات اللي قدامكم دي عشان يحموا عينيهم من شمس مصر وكمان أمراض العيون. يعني الكحل وقتها كان علاج وحماية قبل ما يكون ميك اب. وعشان الخدود والشفايف استخدموا كمان المغرة الحمراء المسحوقة، وده بالظبط اللي بنسميه النهاردة الروج أو التنت. تخيلوا إن هما كانوا عباقرة في ابتكار ألوان وقوام يعيش ويفضل ثابت لفترات طويلة جدا. ودلوقتي جينا لواحدة من أشهر مظاهر التجميل في مصر القديمة وهو البواريك. المصري القديم حب يلبس البواريك سواء سيدات أو رجال، واللي اختلفت أشكالها وقصاتها في كل عصر من عصور الحضارة المصرية القديمة. واستخدموا كمان الحنة عشان يصبغوا شعرهم ويعالجوه. والمفاجأة كمان إن البواريك دي كانت أحيانا منها بيتعمل من شعر آدمي حقيقي. ومش بس كده، دول حبوا يزينوها بالذهب والأحجار الكريمة، وكمان كان بيبقى معاها زهرة لوتس عشان تضيف ليها ريحة حلوة. شايفين الأقماع اللي في الصورة دي؟ هي دي الأقماع العطرية اللي كانوا بيحطوها فوق الباروكة في المناسبات، ومع حرارة الجسم كانت بتدوب بالراحة وتطلع ريحة حلوة وتعطر الشعر وترطبه طول السهرة. وفعلا دي من الأفكار العبقرية في وقتها. أما بقى لو جينا عن السكين روتين أو النظافة الشخصية اليومية للمصري القديم، فالنظافة في مصر القديمة كانت حاجة مقدسة وبترضي الآلهة. حتى إن المصادر بتذكر عن طقوس المعابد إن الكهنة كانوا بيستحموا 4 مرات يوميا. واستخدم المصري القديم الصابون من مواد طبيعية وملح النطرون. حتى مزيل العرق عملوه من الخروب. ده غير إنهم اخترعوا فرشة ومعجون أسنان. وعشان يحموا بشرتهم من جفاف الجو عملوا كريمات مرطبة من الحليب والزيوت العطرية. ومن مقاييس الجمال وقتها كانت بتركز على الجسم الرياضي الممشوق، الطول المناسب، الكتفين العراض. صور الجداريات دايما في مصر القديمة كانت بتبينهم ببشرة ناعمة ونظيفة وخالية من الشعر. وعشان كده لقينا أدوات كاملة للحلاقة في مقبرة الملك توت عنخ آمون واللي بيعرضها المتحف المصري الكبير. وده بيأكد لنا قد إيه هما كانوا بيهتموا بكل تفصيلة في جسمهم. كمان اللي قدامنا دوت مظهر من مظاهر الاهتمام بالنظافة الشخصية اليومية، وهو تمثال طريف جدا لأم بتسرح شعر بنتها. فعشان كده الجمال في مصر القديمة كان رسالة حب واحترام للجسم والروح. وورا كل قاعة من قاعات المتحف الكبير بيورينا قصة إنسان بيعشق الجمال وبيهتم بصحته بأذكى الطرق. تعالوا شوفوا المتحف بنفسكم عشان تعرفوا إيه أكتر سر من أسرار التجميل عجبكم.